النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم اكو ضغائن ضد علي وآل علي يظهرونها. زين انت ليش تخرج هذا الضغط؟ خلي طيب خلي الحاكم كلامهم الى القرآن. هسه انا امر لك بنموذجين اثنين من القرآن. الله سبحانه وتعالى تلك الضغائن بين أناس من البشر أخرجها إلى العلن ورتب عليها واقعة بعد القصة، رتب عليها حكما. النموذج الأول في قصة ولدي آدم سلام الله عليه. يقولون النبي آدم عليه صلوات المصلين شرف أرض العراق بنزوله، إذ إن أول حضارة إلهية كانت في مدينة النجف الأشرف عندما سكن آدم في هذا المكان. ومن هذا المكان انطلقت كل الحضارات الربانية الإلهية. هذا المثلث العظيم، هذا المقدس، ما بين ثلاثة مناطق، ما بين ثلاثة أمكنة، ما بين باب آيلو الذي هو باب الإله وفيما بعد التي سميت بابل، وما بين كرب آيلو التي هي حرم الإله التي هي أرض كربلاء، وما بين ذلك النيجف، ذلك النجف العظيم. في هذه البقعة المباركة نشأت أول حضارة إلهية عندما عاش آدم صلوات الله وسلامه عليه. وفي عقيدتنا أيضا مرويات أهل البيت أنه دفن عند مكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهنالك صراع نشب بينهما. هسه مختلفين طبعا الصراع، احنا مشكلتنا وين الطامة أيها الأحبة؟ طامتنا اليوم لا تخلو المصادر من الإرث اليهودي، من الإرث الإسرائيلي، بالأخص كتب التفسير لدى أهل السنة، كتب التاريخ، كتب العقائد. ولذلك غيروا الكثير من المعالم. تاج راسي غيروا كثير من المعالم. من ذاك الزمان هم يحرفون الكلمة عن مواضعه كما قال الله. فيقول لك أساس المشكلة بينهما أنها كانت على من يتزوج أخت الآخر، وهذا منتشر للأسف، منتشر، مع العلم أنه في مرويات أهل البيت النظرة تختلف. أساس الاختلاف ما بين هابيل الصالح الوصي وما بين قابيل، أساس الاختلاف هو في قبول العمل، لأن الله تعالى قبل أراد منهم عملا، كل واحد يقدم أفضل ما عنده. وهنالك كما نقلت الرواية مكان تقدم فيه الأعمال فتنزل عليه نار وتبين إذا نزلت النار على شيء فإنما هو مقبول. فيقول هابيل كان يرعى الغنم، قدم أفضل ما عنده من منتوج هابيل، وقابيل كان فلاحا، قدم ما أو أردأ ما لديه من منتوج. النار لما نزلت أخذت قربان هابيل، لم تأخذ قربان قابيل. هنا نشب النزاع. وما ندخل بالرواية الإسرائيلية واحد النبي وصي يتعارك على أخته، ما عندنا زواج أخوات عزيز، ما عندنا لا في شريعتنا ولا في كل الشرائع. وأنا أتعجب على بعض مفسرين اللي يقولون هي كانت جائزة في زمن نبي الله آدم سلام الله عليه. أبدا. فالصراع لم يكن صراع غريزي جنسي، الصراع هو صراع اقتصادي. حتى اليوم ترى المشكلة اقتصادية في العالم على مصادر الطاقة. لاحظين المشكلة التي دارت بين الأخوين القرآن ترجمها لأن بسطت إلي يدك لتأكلني إلى آخر الآية. إذن القرآن تكلم عن ضغينة كانت لدى قابيل باتجاه هابيل، فيما بعد سولت له نفسه قتل أخيه فقتله. إذن هو يتكلم يريد يثبت لنا هنالك ظالم وهنالك مظلوم، هنالك جلاد وهنالك ضحية. هو ما يريد القرآن الكريم